يبعت لنفسه رسائل من ارقام وهميه ويقول بصوا انا كمان بتشهر بيا، بيحاول يقلب الترابيزه ويقنع الناس ان هو اللي مظلوم، وهو في الحقيقه اللي بيهدد ويشتم وبيشهر بيا بقاله سنه كامله. عايش الدور ومصدق نفسه وبيمثل على الناس انه المجني عليه، وهو اصلا كل الاذى اللي حصل لي. انا بكتب البوست ده مش عشان استعطف حد، لكن علشان اطلب حق قانوني، وعلشان اي جهه مسؤوله او شخص عنده ضمير حي يشوف اللي بيحصل. انا معايا كل الادله من رسائل وتسجيلات وبوستات، صور، روابط الحسابات الوهميه، وكل ده متقدم في المحاضر الرسميه في مركز الزقازيق ومباحث الانترنت، وفي محامي بيتابع القضيه. انا حالتي النفسيه تعبت جدا من اللي بيحصل لي، بقت حياتي متوقفه، مش عارفه اشتغل ولا اعيش بشكل طبيعي من كتر الاذى والتشهير والافتراء. انا بطلب حقي وبس، اللي يقدر يساعدني او يوصل صوتي او حتى يشارك البوست ده اكون شاكره ليه. انا اتظلمت وكفايه بقى. المهم طبعا في بوستات كتير هي منزلاها، ومن ضمن البوستات دي بقى انا برضه اوصل لكم حاجه بسيطه. تمام. في بوست تاني كاتبه فيه عشان خاطر بس الناس تعرف هو مين الشخص دوت. هي اصلا بتقول ايه بقى؟ بقالي سنه كامله بتعرض لتشهير، اهانه وشتايم بشكل يومي في شخص مش بيبطل يأذيني، كل شغله انه هو بس ينزل حاجات متفبركه عني في جروبات الزقازيق، وبيجيب ارقام وهميه يشتم ويهدد بيها، بيبعت لاصحابها ولاهلها ولاي حد يعرفها علشان بس يفضل يأذيني ومش عايز يسيبني في حالي. والله كفايه، انا تعبت ودي مش حياه، ربنا كبير واللي بيحصل ده ظلم وقهر، وانا معايا كل حاجه تثبت حقي وهكمل لحد ما اخده. مين ده واعرفه ازاي؟ من سنه ونص اتقدم لي شخص كان مظهر نفسه على انه ناجح، عنده شركه ووضعه كويس زي اي بنت، صدقته ووافقت وتمت الخطوبه. كنت فاكره انه اختيار صح، وطلع اسوأ قرار في حياتي. اول شهر كان كويس، بعد كده بدا يسحب مني فلوس بحجه هجيبهم تاني، مره انستا باي ومره فودافون كاش، وكان بياخد فلوس الشغل اللي هي طبعا الاوردرات بتاعت شغلها وانا مش بشوفها، كنت بصدقه وبديله وكل ده مثبت. عرفني انه مديون، وبدل ما ياخد قرض استسهل ياخد مني، ولما طلبت حقي بقيت مش اصيله وبطلع شويه، وطلعت بشكل وحش، فلوسي بقيت عليه، ولما طلبتها بعد الانفصال اتقلب لوحش بيهدد ويشتم ويقول لي ما تعرفيش او ما تعرفيش حد. بلغت اهله واهلي، واهله رجعوا لي جزء من فلوسي ومعايا اثبات، وهو اخد حاجته بالكامل. لكن بعد كده اكتشفت حياته عنده مشاكل، مديون لناس، عليه محاضر، اخلاقه سيئه، علاقات كتير جدا، وشخص نرجسي وكذاب وناصب على ناس كتير. ابتدى يشتمني ويهددني من ارقام وارقام تانية وشتايم قذره بتوصل لاي حد حواليا، حتى اصحابي والناس اللي تعرفني وشغالين معايا. الاغرب انه بيبعت لنفسه تهديدات بارقام فيك، ويقول اني انا اللي ببعت، بيعمل حسابات مزيفه ويبعت لنفسه ويحاول يقنع الناس انه ضحيه.